السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في قناة منوعات عائلتي الصغيرة، سواء كنتم داخل الجزائر أو خارجها. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على مكان جميل جدا من الأماكن الموجودة في الجزائر. إن شاء الله يعجبكم المكان وتتمتعوا به. وقبل ما نبدأ الحديث عن المكان جولتنا لنهار اليوم، نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والآن راح نمدلكم بعض المعلومات على المكان اللي راح نزوروه. يقع سد بني هارون في الشرق الجزائري، وبالضبط في ولاية ميلا، الولاية الداخلية، ويقع خزانه في العديد من بلدياتها، ويعد أكبر سد مائي في الجزائر بسعة تخزينية تقدر ب 960 مليون متر مكعب من الماء، فهو أكبر مشروع هيدروليكي في الجزائر. استمر إنجاز هذا المشروع 30 سنة كاملة ما بين الشروع في تشييد المشروع رسميا 1988 وإنشاؤه في عام 2001 وبدء الحجز المياه في سنة 2003 ليتم تدشينه في شهر سبتمبر من سنة 2007 لصالح ولايتي الميلا وقسنطينة. مر هذا المشروع بمراحل كثيرة ومتعددة، أين تأثر بتحويلات ومستجدات إقليمية دولية، دون أن ننسى المستجدات الوطنية، وما كانت تمر به الجزائر الحبيبة في هذه الفترة الصعبة، العشرية السوداء كما الكل يعلم. كان لهذه المستجدات أثر واضح في تعطل الأشغال وتعطلها، وهو ما انعكس على كلفة المشروع التي ارتفعت إلى ما يقارب 4 مليار دولار، بعدما كان مخصص له ومفروض أن لا يتجاوز 1 مليار دولار فقط. ورغم كل العراقيل تم تشييده واستغلاله بشكل أساسي للتغلب على الجفاف الشديد في شمال الشرق الجزائر، والمساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية والزراعية من خلال توفير المياه اللازمة لها. استفادت كثيرا ولاية ميلا من هذا المشروع إلى جانب ولايات أخرى، فسد بني هارون لا يمون فقط ولاية ميلا بالمياه، بل يمون ولايات عديدة أخرى: باتنا، خنشلة، ومبواقي، وقسنطينة. كل هذه الولايات تشرب وتسقى من هذا السد، فهو يضخ سنويا 200 مليون متر مكعب. يعد سد بني هارون بولاية ميلا مناسبا جدا لاحتضان مشروع إنشاء أول محطة شمسية عائمة بالجزائر بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات حسب ما أكده الخبراء. وأكد المشاركون في اللقاء حول المحطات الشمسية العائمة أن هذه الطاقة تعتبر طاقة نظيفة وصديقة البيئة واقتصاد مستدام. أما الآن سنرى وسنتعرف على جسر من أجمل جسور الجزائر، جسر وادي الديب بني هارون الذي يظهر أمامكم الآن في الصور، فهو مفخرة الجزائر وموطن الشبوط الضخم. يقدر طول هذا الجسر ب700 متر على الطريق رقم 27 الذي يربط بين جيجل وقسنطينة. يلقب هذا الجسر بالجسر سان فرانسيسكو الجزائر لجماله وجمال البيئة والمحيط الذي يتمتع به أيضا. الآن نواصل جولتنا كما تظهر أمامنا. الآن للأسف اليوم الذي زرنا فيه هذا المكان كان متواجد والي ولاية ميلا معنا، وكانت كل المحلات وكل شيء مغلق، لهذا لم أستطع أن أصور جيدا هذا المكان. كان روعة جدا. كان يتم هنا في هذا اليوم افتتاح وتدشين الحماية المدنية المتواجدة بقرب من هذا الجسر الذي يظهر أمامكم. هذا المكان مكان رائع يقصده كل العائلات للاستجمام، العائلات التي تبحث عن الراحة النفسية والهدوء تجد هنا مبتغاها، تجد لذتها في الطبيعة وفي الأماكن الجميلة جدا. الصورة لا تظهر جمال، صراحة أخفت الصورة كثير من جمال هذا المنظر، لأنه حاولت قدر الإمكان أن أصل إلى الجسر كما يظهر، لكن سيظهر لكم بعد قليل من مكان آخر قمنا بالبحث عليه ودخلنا من مكان آخر. كما قلت لكم تزامنت جولتنا مع زيارة والي ولاية ميلا الذي دشن مقر حماية المدنية المتواجد بقرب هذا السد، وزيارة تفقدية لهذا المكان. نحن الآن عائدون على الجسر كما يتضح أمامكم. سأخذكم الآن إلى مكان روعة للنزول إلى السد من الأسفل.
غير بعيد عن الجسر حوالي 500 متر يوجد مدخل رئيسي إلى السد، منظر جد روعة وجد رائع كما يتضح أمامكم، وأنت تتجول بين الأشجار وتنظر إلى المياه. سبحان الخالق، نحمده ونشكره على ما قدمه لنا من هذه الخيرات. الآن أواصلكم بتقديم بعض المعلومات الأخرى حول هذا السد. حائط سد طوله 93 مترا على مستوى القاعدة، وعرضه 8 أمتار من سطح المياه، وبارتفاع يقدر ب 118 مترا، وقد تم إنجازه بواسطة 1.6 مليون متر مكعب من الخرسانة المدككة BCR، باعتبارها مادة جد متينة وصعبة التصدع ولا تسمح بتسرب المياه، إضافة إلى 350 ألف متر مكعب من الخرسانة العادية. كما أن الحائط أنفاق تمتد على طوله وعلى ارتفاع 175 متر من السطح، تتضمن عدة أجهزة إلكترونية لقياس درجات الحرارة حائط السد والضغط المياه على الحائط، كما يوجد قاعات مراقبة من الأسفل. يسهر 100 عون على تأمين هذا المنشأ، وتزور العائلات والزوار أكثر من 20 ألف زائر سنويا هذا المكان. وفي الأخير أقول لمن يريد زيارة هذا المكان يمكنك جلب معك الأكل وكل ما يلزمك، لأنه يوجد أماكن جد جميلة لجلوسها والتمتع بالمناظر، لكن لا أنصح العائلات التي عندها أطفال بالجلوس فيها، لأن المكان جد خطير على الأطفال مثل المرتفعات كما كانت تظهر أمامكم. والآن بعدما خرجنا من السد نحن متجهين إلى واد، سأتركه لكم في فيديو آخر، وآمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا في هذه الجولة. والآن أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة، إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله.